بعد كده بنشوف روزالي وهي مع الاطفال في المدرسه، وساعتها كاترين وديفيد كانوا بيلعبوا مع بعض في المدرسه، وكمان جون كان بيلعب معاهم. وفي نهايه اليوم جون بيروح مع روزالي الحانه، وقتها شافوا كاترين موجوده هناك بتلعب بلياردو مع ديفيد. وقتها كاترين فضلت تبص على جون، لكن جون بيغير وشه الناحيه الثانيه، وبرضه كاترين بتفضل بص عليه. بعد كده روزالي بتروح تجيب مشروب وترجع، وتقول له جون كاترين لايقه جدا على ديفيد، وهما الاثنين مناسبين لبعض خالص. ساعتها جون ما عجبوش الكلام بتاعها. بعد شويه كاترين بتروح عندهم وطلبت منهم انها تقعد معاهم، وفعلا روزالي بتوافق انها تقعد معاهم، وهما الثلاثه بداوا يهزروا ويضحكوا مع بعض شويه. وكاترين بتعرف روزالي ان ديفيد شاب جميل زيها، ووقتها روزالي شكرتها على الكلام بتاعها اللي بتقوله في حق ابنها. ساعتها كاترين بتقول لها انت لما تتكلمي معايا بحس بارتباك. راحت روزالي قالت لها ليه يعني؟ انا مش بخوف للدرجه دي. وقالت لها انا بشعر بالاحباط بسبب العلاقه اللي بينك وبين جون. راح جون رد عليها وقال لها مالكيش دعوه انت. راحت كاترين قالت له عادي، ديفيد يهمني ودي مامته، وانا خايفه وقلقانه عليها منك. وبعد كده بتسيبهم وتمشي. بعد كده جون بيروح يوصل روزالي، وهم في العربيه روزالي بتعرف جون انها معجبه جدا بشخصيه كاترين، وبتعرف جون انها فرحانه لان ابنها مبسوط معاها. ساعتها جون ما ردش عليها ولا اتكلم ولا كلمه. بعد كده روزالي حاولت تقرب ليه لكنه رفض وقال لها لازم امشي. راحت روزالي اتعصبت منه ونزلت من العربيه. بعد كده جون بيروح ويفضل يلعب على البيانو. فجأة مرة واحدة مامته اتعصبت عليه وقالت له انت ازاي تعمل علاقة مع بنت قد بنتك؟ وقتها جون بيتفاجئ وقال لها مين اللي قال لك؟ قالت له مالكش دعوة باللي قال لي، هو انت فاكرني مغفلة ولا ايه؟ من اول يوم شفتها وانا حاسة ان في علاقة غلط ما بينكم. ساعتها جون ارتبك وما كانش عارف يرد عليها. وقتها امه بتعرفه ان لو فضل كده حياته هتتدمر. بعد كده بيصر على مامته انها تعبانة ومريضة، عشان كده شالها وداها على السرير بتاعها وعرفها انها يتصل بالدكتور. راحت قالت له انا كويسة ومفيش اي حاجة. وعشان كده جون فضل سهران طول الليل جنبها، وفي نص الليل بيريح شوية لكن بيصحى على صوت المطر. وقتها بص على مامته وافتكر انها ماتت، وعشان كده راح عندها عشان يطمن عليها، لقاها لسه فيها الروح. بعد كده المطر بينزل بكميات كبيره جدا، وجون ركب العربيه وراح عند روزالي وفضل ينادي عليها. وساعتها سمعته ونزلت بسرعه وطلبت منه انه يوطي صوته شويه عشان ديفيد ابنها نايم. بعد كده بيعتذر لها ويقول لها ما تزعليش مني بسبب اللي حصل بينا الصبح. وساعتها حاول يشرح لها ان مامته تعبانه جدا وهو خايف عليها لانها كل حياته ومن غيرها حياته هتتدمر، وبيعرفها ان هي خلاص قربت تموت، وفضل يترجى فيها انها تصالحه. وفعلا بعد شويه روزالي بتصالحه والامور ترجع لمجاريها، وعشان كده حاول يقرب منها عشان يعمل معاها علاقه. وروزالي كانت متردده جدا ان يحصل بينهم اي حاجه، لكن بترجع له مره تانية ويحصل بينهم اللي حصل.